يبتسم كذلك حكم المباراة يأمر بتنفيذ الخطأ، ينفذ الخطأ. الكرة المحاولة تأتي جزاء في المباراة التي كانت، والكرة ملعوبة في الجهة اليمنى من ملعب المباراة. العرضية مرة أخرى. نادي الهلال الفريق الذي خاض في الموسم الماضي غمار هذه البطولة بعدة مدربين قبل أن يخرج منها أمام نادي أم صلال القطري. هنا تسديدة تأتي من جانب تياغو المرمى، سعد صقور، محمد قاسم، علي عباس، أحمد زعيم آسيا كما يحب أن يطلق عليه، والهمسم فريقين. تياغو نيفيز يلعبها إذن في الجهة اليمنى من ملعب المباراة، تصل إذن إلى نيفيز مرة أخرى. اللاعب الذي يقود الهجوم يلعبها عرضية، جول الأول. شاهد من جديد الكرة التي لعبت، عرضية التي أتت ثم الرأسية من جانب اللاعب ياسر القحطاني. وهنا تياغو نيفيز أرسل العرضية ويأتي الاستكمال بعد ذلك من جانب اللاعب القناص. هو قناص تشكيلة ثابتة، جهاز فني ثابت. هنا والهامسون، جول والهامسون. شاهد الكرة التي لعبت من تياغو نيفيز، صانع الأول وصانع الثاني، وبلمسة واحدة كذلك بالقدم اليسرى إلى ويلهامسون ليسجل منها هدف المباراة الثاني. هكذا ولا فلا يا ويلهامسون. هنا تياغو نيفيز أرسلها بشكل جيد، وضعها في الجهة اليمنى من حارس المرمى الحارس يوسف زعابي. يلعبها عرضية، هذه ممكن الآن استقبال عن طريق القناص. نادي أهلي دبي من جديد. هنا محاولة خطيرة عن طريق ويلهامسون، سقوط لولي. شاهد هنا الاستقبال من تياغو نيفيز، المرور، ارسال بيرغ الفريق الألماني قبل أن ينتقل لتدريب نادي جلطة. كرة إذن تعود إلى ويلهامسون الذي تصل الكرة إذن من جديد. هجوم إذن سريع عن طريق تياغو نيفيز، يلعبها بشكل ممتاز الذي كان مصابا قبل هذا بالخصم، لكن تصرح انك تقدر تفوز على الفريق 10 مرات لو لعبت معاهم. ها هو فائز الآن. هنا تسديدة قوية تصل إذا من جديد إلى تياغو نيفيز الذي ينقلها إلى ويلهامسون. كرة إذا تصل من جديد لمصلحة نادي الهلال. التسديدة التي تأتي من المدرب. هنا ركلة الزاوية، لعب ويلهامسون. ويلهامسون ينقلها عرضية الآن، هذه أخطر لو استفاد منها تياغو نيفيز. يلعبها تياغو نيفيز، خطيرة، تمر تتحول إلى ركلة نيفيز. ممكن نيفيز ينفذ الخطأ. الكرة ملعوبة من هذا وذاك النقاط الثلاث. الكرة ملعوبة لصالح نادي الهلال، مرور والسقوط على أرض الملعب وخطأ، سقوط وخطأ وإنذار بتنفيذ الخطأ الآن عند اللاعب نيفيز. يلعبها خطيرة، إبعاد سريع. الكرة ملعوبة والرأسية بعد ذلك.